اما المتسابق الثالث اللي موجود معايا علي قنديل. اهلا بيك يا علي. اهلا بيك. وانت ممثل ناشئ مش كده؟ اه. يلا بالتوفيق ان شاء الله، بكره يا تبقى مسهل. اكبر واحد موجود ونبقى عارفينك كده نار على العلم. او اطول عادي. اطول اللي انت تشوفه يعني. معانا كمان محمد قنديل، هو اخو علي. مين اكبر؟ محمد اصغر. الموضوع عندنا بمنتهى البساطه انكم تقدروا تكسبوا 25,000 جنيه بشرط انكم لازم تخشوا دايره الفايزين وتكسبوها مرتين. بس برضو مش بالسهوله دي. قبل ما تخشوا دايره الفايزين الاول لازم توصلوا لقمه الهرم اللي جنبي واللي احنا بنيناه من 6 مواضيع. فاهمين ولا نشوف ال6 مواضيع الاول؟ نشوف مع بعض ال6 مواضيع. اول موضوع، لها اضواء، توابل، تدخل الفرن، مواد بناء، يهتم بالظهور، سات كوم. علي يلا جاهز؟ جاهز. يلا. اختار لك موضوع. ايه رايك؟ اي حاجه. يلا تدخل الفرن. تدخل الفرن. تدخل الفرن. جميل. هيطلع لك دلوقتي حالا 7 كلمات، حاول تشرحهم لمحمد في 45 ثانيه. جاهزين يا شباب؟ يلا بينا. ابتدوا. بيتأمر. عيش. في منه احجام ونكهات وبيتحط فيه خضروات او سجق او فطير. زيه بس اغلى. بيتزا. تيتا الله أسرع. يرحمها كانت بتعمله حلو قوي. رقاق. تسعينات منه بقى. الرقاق. جلاش. لا. ليه علاقه بالتورته أسرع. شويه. جاتوه من فيه. لا. عدوها. أبسط. عدي. طب عدي. ايوه انت قلته من شويه بقى اللي هو التسعينات. جاتوه. تعادل 4-4. معلش لسه في عندنا وقت. وما تنسوش اللي انا قلت لكم عليه، انكم ممكن تمثلوا. انتوا كل اللي بتعملوه انكم بتشرحوا لبعض. عندكم مليون حاجه تقدروا تستعملوها طالما ما عملتش اللي انت عملته والصوت اللي انت سمعته انك استعملت كلمه من الكلمات اللي قدامك وانت بتشرح. جاهز؟ هم طيب خايفين برضو يعني. هم خايفين. راعوهم. هم خايفين. لا ما عندناش مراعاه لاي حد خالص. لا مننا لا احد. لا نحن لا نراعي اي احد. محمد جاهز؟ جاهز. ايوه كده. اختار لك موضوع. سيتكم. ساتكم. اوكي. هيطلع لك حالا 7 كلمات، حاول تشرحهم لعلي في 45 ثانية. جاهز يا محمد؟ جاهز. ابتدوا. اول سيتكم خالص في تامر شويه. لا قبليه. شباب على الهوا. شباب على النت. شباب اونلاين. صح. السيتكم اللي فيه محمد شرف. العياده. السيتكم اللي فيه اشرف عبد الباقي. راجل ست ستات. السيتكم اللي انا بكتب فيه دلوقتي. تامر شويه. سيتكم فيه اسم راجل واسم ست. تامر شويه. لا. راجل وست. مش عارف ايه. مش عارفه. لا. عدوها. عديها. عديها. سيتكم بحاجه بتتشرب. حاجه بتتشرب. حاجه بتتشرب. لا مش واضحة بس برافو عليك. كده نتيجة 7-8، فده معناه علي ومحمد هم اللي المفروض يلعبوا، بس علي ومحمد مش هيلعبوا لأن احنا هناخدهم دلوقتي حالا وننتقل بيهم لدايرة الفايزين الأولى الموجودة النهاردة في الحلقة. هل يا ترى هيقدروا يحققوا ال10,000 جنيه ولا لا؟ هو ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. رجعنا لكم مع علي ومحمد. هل يا ترى يقدروا يكسبوا 10,000 جنيه في أول دايرة فايزين؟ هو ده اللي هنعرفه أول ما يبتدوا يلعبوا. على طول؟ طيب قشطه. علي ايه الأخبار؟ زي الفل الحمد لله تمام. أنت واثق في محمد؟ جدا. وهو أصغر منك؟ جدا. باحتمال سنتين؟ لو 6 برضه بس انا بثق فيه قوي. يعني بتثقوا في بعض؟ جدا. لا انا بثق فيه وما بثقش فيا. عشان كده هو اللي يشرح هو اللي لك. يشرح. اضمن. طب انت لو محمد لو كسبت نص الفلوس بتاعتك هتعمل بيها ايه؟ نص الفلوس بتاعتي ولا نصيبي؟ النص بتاعتك هتعمل بيها ايه؟ هديه لعلي بقى عشان هو. لا بالنبي عشان التواضع بقى بثق فيه. والاخويه بقى قدام الكاميرا ده ما بعرفوش. هجيب بلاي ستيشن 3. جامده. حلوه دي. بص يا محمد، الموضوع باختصار ان انت عندك 60 ثانيه عشان خاطر تحاول تشرح لعلي ال6 مواضيع اللي هيظهروا لك دول. ممنوع منعا باتا وانت بتشرح انك تستعمل ايديك، عشان كده احنا رابطينها لك. اوكي. لو علي جه قال لك لاي وقت من الاوقات مش عارف يكمل معاك او مش عارف يجاوبك، قال لك عديها له. لو لسه في وقت في ال60 ثانيه ابقى ارجع لها مره ثانيه. فهمت يا علي؟ هو اللي يفهم فهمت يا بقى. محمد؟ فهمت الحمد لله. اوكي جاهزين؟ انا باخد يلا وقتي بس. بينا. عفوا. نبتدي مع بعض. عندكم 60 ثانيه، 6 اسئله. شباب ابتدوا. التلج والفواكه والاكل والايس شتا. كريم.
في منه تمر، وفي منه رطب، وفي منه بلح. بيبقى في حاجات بتبقى في كراسي، وفي حاجات بنمسك فيها عمود بنمسك فيه وهو بيمشي تحت القطر اصلا. الحاجات دي بتبقى فين؟ سوري ايه ده؟ الحاجات أسرع. في حاجات بنمسك فيها، وفي كراسي وفي تذاكر وبندخل عشان نركبه. بسرعه بسرعه. بيبقى معاه صفاره، وبيبقى معاه كروت، واحد اصفر وواحد احمر. حكم الكوره. ايه الحاجات دي ايه؟ ادوات حكم الكوره. صح. الموناليزا. برافو عليك والله، برافو عليك، مع انك انت اول اتنين استعملت الكلام، لكن انتوا كسبتوا دلوقتي 3500 جنيه في اول دايره فايزين. ده جامد جدا، ده جامد جدا، بس بعد كده ما تستعملش كلام. عايز اعرف بس ايه الحاجات اللي كانت في الاول بقى. هقول لك بعد الفاصل. دلوقتي علي ومحمد كسبوا 3500 جنيه، هل يا ترى هيكملوا ويرجعوها مره تانية؟ هو ده اللي هنعرفه بعد الفاصل.